كتاب سمعي فرق معايا جدا جدا، وبقيت بسمعه المرات مرات مرات، ما بزهقش منه ابدا. كتاب بعنوان The Best of Les Brown Collection. الكتاب ده انا جبته من على تطبيق اسمه Audible وبقيت بسمعه. هو كتاب بالانجلش، وليس براون قد ايه هو متحدث يعني موهوب جدا جدا، وطريقه عرضه للكتاب وبصوته بالخفه دم ازاي استخدامه لصوته والقصص والحكايات ملهمه جدا جدا، فبتخليني كل شويه ارجع للكتاب. برجع للكتاب ان انا اسمعه، برجع للكتاب ان انا اسمعه وافكر اطبق منه ايه. هشارك معاكم النهارده 3 حاجات من الحاجات اللي انا بطبقها من الكتاب. اول اكشن حابه اشاركها معاكم من كتاب ليس براون. اكشن كان بتقول ان انت دايما احكي حكايه، ولما تحكي حكايه خلي فيها درس، وعمرك ما تحكي حكايه من غير درس، وعمرك ما تقول درس من غير حكايه. شرح على اهميه ان الانسان لما يجي يتكلم مع الناس، لو عايز يعلمهم حاجه او عايز يلهمهم بحاجه او عايز يفيدهم بحاجه، دايما يجيبها في نطاق الحكايه، لان الحكايه بتكون محببه للقلب، وفي نفس الوقت ما فيهاش وعظ ونشر، يعني كأن النصح مباشر، وفي نفس الوقت بتكون سهله جدا على الانسان ان هو يفتكرها، وسهله على ان هو يفتكر الدروس والعبر اللي فيها، وكمان هو بنفسه يحس ان هو اللي استخلص الدروس والعبر دي، فما يحسش بالنصح المباشر او النصح المباشر، يحس ان هو لنفسه طلع لنفسه نصيحه. خلينا نجرب ان احنا لما نيجي نحب ندي نصيحه لحد نقول له حكايه، وما نحكيش حكايه من غير ما يكون فيها لسن. تاني اكشن حابه اشاركها معاكم من كتاب لازم، هي ان الواحد كانه يتطوع. وهو يعني شرح قد ايه اهميه ان الانسان يتطوع ويعمل خير ويساعد الناس، ويخلي الناس كده كانها تقع في غرامه وفي حبه. ليه؟ لانه انسان بيتطوع. هيحصل ايه لما الانسان يتطوع؟ هيفتح له ابواب كتير جدا جدا. وهو حكى حكايه عن هو ازاي كان بيتطوع، ولما اتطوع مره واثنين وثلاثه في انه يحضر شاي وقهوه للناس بس في مكتب، ابتدوا بعد كده يدوله وظيفه، وبعد كده في الوظيفه دي من كتر ما اتطوع تاني بالاضافه للوظيفه في المكتب ده، ابتدوا يرقوه لغايه لما وصل لمكانه عاليه جدا. فهو شرح ان مفتاح ان الانسان يتقدم في حياته، مفتاح مهم جدا انه يتطوع. وعشان انا مؤمنه بالمفتاح ده، بقى عندنا فريق اسمه كن انسانا، مش بس بتطوع، بشجع ناس كتيره غيري تتطوع. تالت اكشن حابه اشاركها معاكم من كتاب ليس براون The Best of Les Brown Collection. اكشن كان بيتكلم فيها ان هو كان بيمر بازمه ماديه يعني كبيره جدا في فتره، فابتدى يتكلم مع شريك ليه وابتدى يقول له ان هو هيبتدي يقلل مصاريفه ويصغر حجم اعماله. وشريكه ساعتها قام قايل له ايه ده؟ Do you want to shrink in your greatness or you want to grow into greatness؟ يعني ايه؟ يعني انت عايز كأنك تكش ولا عايز تنمو؟ وابتدى يتكلم كده ان مع كل ازمه احنا ممكن نعمل اختيار ان احنا نصغر نفسنا ونقلل من نفسنا، وممكن مع كل ازمه ناخدها ان هي وسيله ان احنا ننمو وان احنا نتحسن وان احنا نكبر وان احنا نتطور. فنشوف الازمه ان هي كانها زي كده ويك اب كول بنسميها، او كانها دعوه كده للاستيقاظ، ان الانسان يبتدي يطلع من منطقه الراحه ويبتدي يكبر نفسه وينمو. من الكتاب ده اتعلمت ان مع كل ازمه افكر كويس، انا عايزه اكش ولا عايزه انمو واتطور.